احنا هنركز في قطاع السياحه. في مستوى المجال العقاري بدانا نشوف الحقيقه فترتين، فتره ما بعد الكوفيد طبعا اختفاء السياحه على مستوى العالم تأثر علينا قعدنا سلبي. سنتين تقريبا ما فيش اي نوع من السياحه، لحد لما بدات السياحه ترجع تدريجيا. بدات الحقيقه الدوله تاخد توجه واضح، احنا هنركز في قطاع السياحه. احنا كمان عايزين الناس كمان تاخد التوجه بتاع الدولة، يعني انا شايفة الدولة ماشية في اتجاه سريع، عايزين بقى هي الناس كمان او كمان المسؤولين عن القطاع العقاري يدخلوا بقى في التوجه ده بسرعة جدا. مظبوط، وده اللي احنا فعلا بنشوفه. احنا بقالنا تقريبا سنتين على مستوى المشروعات اللي بنعملها سواء في شرق او غرب القاهره بنلاقي ان في اهتمام غير عادي من المطورين ووعي كبير جدا الحقيقه بقى موجود عند المستثمر اللي هو بيعمل مشروع متكامل، حتى ان هو لازم يهتم بالجانب الفندقي كجزء مهم جدا في الانفستمنت اللي حضرتك شفت هيحطه. في 2025 قد ايه تحرك المطورين الفندقي؟ لا، تحرك كبير جدا. احنا شخصيا كمكتب بنلمسه بشكل كبير جدا من خلال تعاملات مع عدد من الانترناشونال اوبريتورز او حتى المشغلين على مستوى السيرفيس ابارتمنت سواء كانوا انترناشونال او لوكال، وبدا يبقى في شركات تظهر جديده في الجزئيه دي في اداره الشقق الفندقيه او غيرها. وطبعا توجه كبير جدا عندنا احنا كمكتب عدد من المشروعات الفندقيه اللي شغالين عليها مع اكتر من انترناشونال اوبريتور على مستوى غرب القاهره في اماكن متنوعه جدا من اكتوبر وزايد. وبالتالي وعي المستثمر النهارده والمطور انه الدوله رايحه للتوجه ده، وان الرهان الفتره اللي جايه على الاستثمار في الوحدات الفندقيه بقى واضح جدا. وبقت فكره ان انا يكون عندي استثمار في هوسبيتاليتي كجزء من الكومبوننت بتاعت اي بروجكت جديد بينزل بقت تقريبا خلاص ماست.